السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. دورات تدريبية لأعضاء إدارة الإقليم الأوسط. النفير التنموي يساهم في استقرار البيئة في مديرية حقات وسنعفة. روسيا والصين تواصلان تعزيزات شراكاتهما الاستراتيجية قبل زيارة أوكرانيا. قبل زيارة أوكرانيا رئيس الوزراء الهندي يصل إلى بولندا. مقتل 15 وإصابة 40 في انفجار بمصنع للأدوية بالهند. إلى التفاصيل. خرجت إدارة الإقليم الأوسط 250 عضوا في مجالات مختلفة، وركزت الدورات التدريبية التي بدأت في شهر يوليو المنصرم وقدمت في 3 فترات في مجالات الإدارة النقدية والمستندات المالية وعلوم السكرتارية وإدارة المكاتب، بالإضافة إلى إدارة والقيادة. وأوصى مسؤول الإدارة والمالية بإدارة الإقليم الأوسط السيد تكي غلاتي الخريجين العمل بجهد لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من الجهود التي تبذل لرفع وتقوية الكفاءة العملية. وأفاد مسؤول الموارد البشرية بالإقليم السيد برخة الدسي بأن الدورة التدريبية قدمت على حسب الخطة الأساسية وأولويات إدارة الإقليم بالإمكانيات الذاتية للإقليم وبمساعدة الدكتور هايلي نوغوسي المقيم في خارج البلاد. وأكد الخريجون بدورهم أهمية الدورة التدريبية في إنجاز عملهم وخدمة المواطن بصورة أفضل. وذكر المدير التنفيذي في الإقليم الأوسط السيد زريت واللبران أنه من الصعب السعي لترقية الخدمات دون تأهيل وتدريب الكادر الإداري، ومن هذا المنطلق يعمل الإقليم الأوسط بجهد في رفع إمكانيات ومهارات الطاقم العام مهنئا إياهم على المعرفة التي اكتسبوها، كما عبر عن عمله في ترقية الأداء الإداري. قدمت في الختام الشهادات للمشرفين على الدورة والمتدربين. يساهم النفير التنموي الطلابي السنوي في الحفاظ على البيئة بخفض أسباب التلوث البيئي ودفع برامج التشجير. وأوضح سكان مديرية حقات وسنعفة في تصريحاتهم لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا أن النتائج النفير السنوي في صيانة الحواجز المائية وزرع الأشجار والعناية بها وبناء المدرجات الحوضية، بالإضافة إلى أعمال تنموية أخرى مكملة تؤثر على البيئة إيجابيا. وأفاد منسق الأنشطة التنموية بمديرية حقات الأستاذ جريس جيهير برهانية مشاركة 900 طالب، بالإضافة إلى المنسقين وخبراء الزراعة في النفير الذي بدأ في 8 من يوليو المنصرم وحتى 17 من أغسطس الجاري. وأضاف خبير الحفاظ على المياه والتربة في مكتب الزراعة بالمديرية المهندس فردوم فريم أن النفير تم تنفيذه بحفر 1250 حفرة وتشجير وتشييد 4000 متر من المدرجات الحوضية و1250 متر مكعب من الحواجز المائية. وأشاد خبير الغابات والحياة البرية في مديرية سنعفة السيد كوران جبر يوهانس بالنتائج المرضية للجهود التنموية التي عززت مهارات التعاون المتبادل وحب العمل لدى الطلاب والمشاركين. وأوصى المنسقين في المديريتين بدورهم بحل مشكلة نقص الأدوات مستقبلا. أفاد مسؤول المركز الصحي لمديرية حلحل الممرض صالح أبو بكر في لقائه مع المواطنين في 16 و17 من أغسطس الجاري بأن المعدات المختبرية وجهازات إعادة التطهير تحسن من الخدمات التي تقدم للمواطنين. وأضاف أن المعدات التي جهزت في المركز في النصف الأول من هذا العام ساهمت في توسع وتحسين الخدمات الطبية عامة وخدمات الأمومة والطفولة خاصة، وأن نسبة الولادة في المركز الصحي في ارتفاع، كما خففت من المنصرفات التي كانت تقع على عاتق المستخدمين. وأوضح أن نسبة الولادة في المركز مقارنة بالنصف الأول من العام 2023 ازداد بنسبة 3.3% لتصل إلى 89.3%، بالإضافة إلى ازدياد نسبة المراجعين لحالتهم الصحية في المركز. كما يعمل المركز جاهدا في التعرف المبكر على مشاكل التهابات الكبد
لدى الحوامل. وأوصى المواطنون الجهات المختصة للاهتمام لصيانة مباني المركز الصحي بحلحل وحل مشاكل الطاقة لمراكز ملوبسو، بالإضافة إلى تجهيز مختبر في مركز قرصات الصحي. وذكر مديرية حلحل السيد قرماسين أبراهان نجوى تبذل لتوسعة الخدمات الصحية في المديرية لضمان صحة الأم والطفولة بجانب الصحة العامة برفع الوعي الصحي والاجتماعي بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المختصة. وأفادت المصادر أنه قد تم حل مشكلة سيارات الإسعاف مما يمكن استنجاد الحالات الحرجة عند الضرورة وللأمهات عند الولادة التي تحتاج إلى رعاية طبية إضافية. عقد مركز شرطة مديرية فورو سيمينارا تنويريا بالقانون لسكان إدارة ضواحي مالكا وإرميلي ودانولو وزولا في الفترة من 7 إلى 15 من أغسطس. ودعا قائد شرطة الملازم ثاني طفلة هيلي في السيمينارات التي عقدت في قرى عمر جابراي وأمولي ودونغولي وزولا إلى تعزيز تعاون الشعب والشرطة للحد من الجرائم التي تظهر في بعض الأحيان. وقال إن عدم معرفة القانون لا يعفي من المساءلة، ودعا المجتمع إلى زيادة معرفته بالقانون والتعاون في منع الجريمة وكشف المجرمين. وشدد على أهمية دور الشرطة الأهلية في حل النزاعات بسيطة داخل المجتمع وحث المواطنين على إعطاء الأولوية للوساطة والمصالحة. وقدم مسؤول التحقيقات الجنائية سيد ميكيل يماني معلومات مفصلة مصحوبة بالأرقام عن الجرائم والمخالفات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري. وقال إن القانون والأخلاق يبدأان من الأسرة، داعيا الآباء إلى مراقبة أطفالهم من كسب عن كسب وتوجيههم بشكل صحيح للحد من الجرائم. وشدد المشاركون بدورهم على أهمية المحاضرة واقترحوا باستمراريتها وفتح مركز شرطة في موقع وسط المحاضرات الشرقية وتنظيم السيمينارات التنويرية المستمرة والدورات التدريبية للشرطة الأهلية. استشهد في 21 من أغسطس المناضل صفو هبت السلاسي عضو وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن عمر 69 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل صفو هبت السلاسي بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر سبتمبر من العام 1974 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة بمستويات المسؤولية المختلفة وصولا لقائد فصيلة. المناضل صفو هبت السلاسي رب أسرة وأب ل3 أبناء. وغدور جثمانه الثرى اليوم 22 من أغسطس في مقبرة الشهداء في إمبادورهو. ويعرف فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط عن حزنه لاستشهاد المناضل صفو هبت السلاسي ويقدم تعازيه لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية رئيس الوزراء لي تشينغ في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقال بوتين خلال الاجتماع أن علاقتنا التجارية تتطور بنجاح وتنمو بفضل جهود أصدقائنا الصينيين والاهتمام الذي توليه حكومات البلدين للعلاقات التجارية والاقتصادية. وأشار بوتين إلى أنه اطلع على نتائج اجتماع رؤساء حكومتي روسيا والصين الذي عقد في وقت سابق بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وبحسب بوتين ناقش الطرفان بالتفصيل النطاق الكامل للتعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين موسكو وبكين. وأعرب لي تشينغ خلال زيارته لموسكو عن شعوره بتفاؤل الشعب الروسي وديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا. وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى وارسو في زيارة تاريخية لبولندا قبل التوجه إلى أوكرانيا في وقت لاحق هذا الأسبوع للدعوة إلى حل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وستكون الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء هندي إلى أوكرانيا والأولى منذ 45 عاما لبولندا حليفة أوكرانيا الوثيقة وجارتها ومحطة مرور رئيسية لقادة أجانب لزيارة أوكرانيا. واستقبل البولندي دونالد تاسك رئيس الوزراء الهندي في وارسو في اليوم الأخير من زيارته التي تستغرق يومين إلى بولندا. ومن المقرر أن يسافر مودي إلى كييف
لتبادل وجهات النظر بشأن الحل السلمي للصراع بين أوكرانيا وروسيا بعد أكثر من شهر من زيارته لموسكو. وقال وزير الدفاع البولندي للصحفيين قبل زيارة مودي أن بولندا بحاجة إلى شراكة دائمة مع الهند. قال مسؤول محلي أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمصنع للأدوية في ولاية أندرا بارديش بجنوب الهند. وأضاف مدير شرطة المنطقة لرويترز محصلة القتلى حتى الآن تبلغ 15 ومن المرجح أن ترتفع، ويصيب ما يقارب من 40 شخصا بجراح، وعمليات الإنقاذ جارية. واندلع الحريق في وحدة التصنيع الخاصة التي تبلغ مساحة 40 فدانا والتي تعمل منذ العام 2019 في منطقة أنكاباليا بالولاية. وقتل شخصان وأصيب 5 آخرون العام الماضي في حريق مماثل شب في مصانع مزيب في وحدة بمنطقة كاباليا أيضا. تسببت مياه الفيضانات في تقطع السبل بمئات الآلاف في شمال شرق الهند والمنطقة الشرقية المجاورة لبنغلاديش، مما تسبب بمصرع ما لا يقل عن 15 شخصا وفق ما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية. وقال المسؤولون أن أفراد الإنقاذ يناضلون للوصول إلى من يحتاجون المساعدة مما حصرتهم الفيضانات في المناطق المذكورة. ولقى نحو 11 شخصا مصرعهم ونزح آلاف من منازلهم حين اجتاحت الفيضانات والانهيارات الطينية ولاية تريبور شمال شرق الهند على الحدود مع بنغلاديش. كما قتل 4 آخرون في بنغلاديش التي تشترك مع الهند في أنهار على طول حدودها المشتركة. وفتحت السلطات أكثر من 300 مخيم إقامة في تريبور، حيث قدرت عدد اللاجئين الذين سينتقلون إلى المخيمات بالآلاف. تذكير بالعناوين مرة أخرى. دورة تدريبية لأعضاء إدارة الإقليم الأوسط. يجهز مركز حل على الصعيد ومعدات حديثة. النفير التنموي الطلابي ساهم في استقرار البيئة. روسيا والصين تواصلان تعزيز شراكتهما الاستراتيجية. قبل زيارة أوكرانيا رئيس الوزراء الهندي يصل إلى بولندا. مقتل 15 وإصابة 40 في انفجار مصنع للأدوية بالهند. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.